عاطف لاحمد يحيى وكره قويه وترتد والهدف الاول، لكن اوفسايد على محمد نادي. وعلى طول احمد صالح كره حلوه ولسه، لكن عاطف نصحي ينقذ المرمى. فريقنا كان جد المسؤوليه، بنبارك للعيبه وللجهاز الفني اللي كانوا رجاله النهارده وادوا ما عليهم، والنتيجه يعني الناس شافت الماتش، احنا نستحق المكسب الحمد لله. نحمد ربنا والله الحمد لله رب العالمين، هو بنت بتاعهم الفوز، بنلعب قدام فرقه بنلعب الاول النهارده، يعتبر الحمد لله رب العالمين، احنا نحمد ربنا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله اللعبه ادت عملت اللي عليها، وانت شفت المباراه ورحنا وضيعنا والحمد لله، وربنا يكرمنا في اللي جاي احسن ان شاء الله. طبعا الحمد لله على النتيجه، ولكن احنا يعني وضعنا عدد فرص كانت كفيله ان احنا نخرج فايزين باللقاء، ولكن فرقه الميدا طبعا فرقه محترمه، فرقه كبيره ومتصدر البطوله. اللعيبه بتاعتنا الحمد لله ادوا ما عليهم بقياده الجهاز الفني الجديد بقياده الكابتن ابراهيم ربيع الدكتور ابراهيم وجهازه المعاون. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله بنت بتعمل الفوز من نادي كبير زي المنيا، احنا مش هنقل من اي حد، ده مستوانا الحمد لله. بونت غالي من الفريق المتصدر، كنا ند قوي ليه وكنا اقرب للفوز، والحمد لله على كل حال الحمد لله على البونت. لقاء اليوم طبعا احنا جايين نكسب النهارده، وعشان نحافظ على القمه، فرق 3 بونت بيننا وبين الوسط. انت عارف حضرتك يا كابتن محمد الماتشات اللي زي دي الملعب بيبقى مخنوق، الجماهير على الخط، الحكام مفيش امن طبعا بره. والله يعني انا مش شايف ان في اصلا كان لقاء النهارده، يعني الملعب والجمهور جوه الملعب والحكم، اللعبه بتوقع كتير قوي بتاع ده. يعني انا اعتقد ان الشوط الثاني ما لعبناش مثلا ربع ساعه يعني في المباراه. والله يعني المباراه صعبه طبعا بسبب الملعب يعني والكور، فيعني الواحد مش قادر يتكلم يعني يقول ايه يعني، بس الحمد لله على الماتش ان احنا خدنا برضه بونت من الملعب زي ده، يعني اللي هيجي بصراحه يكسب هنا يبقى بطل يعني بصراحه، اللي يكسب هنا في الملعب ده بصراحه. الحمد لله طبعا الماتش عدى على خير، يعني انت شايف ارضيه الملعب والحكم يعني كانت طبعا ربنا يكون في عونه. هو مكتف الماتش شويه، الناس بتنزل الملعب وتطلع والكلام ده بصراحه امور يعني احنا كلنا واقفين عشان نتفرج على الماتش نشوف الماتش يعني، فالموقف يعني ما كانش كويس من ناحيه التنظيم يعني، فالحمد لله الامور يعني عدت على خير، والتعادل برضه احسن ما كنا نخسر او كده. من حيث نجح ابناء الفكريه في اقتناص نقطه غاليه من فم الاسد المنياوي، كان معكم محمد ابو العلا لقناه القاهره برنامج كره بلدنا.